عيط لي الزوج قال لي راني جاي نتعشى انا وفاميلتي، قلت ندير طبق تقليدي لانه هاد السمانه كاع راكم ديروا اطباق تقليديه. كملوا الفيديو تشوفوا كاع يديك واش طيبت واش درت. الحاجه الاولى في لاكوكوت درت الزيت وقليت الحار، كي تقلى الحار نحيت هذاك الحار وفي هذيك الزيت قليت مراسي تاع اللحم ومراسي تاع الدجاج، قلوهم مليح، من بعد نزيدوا حبه بصل تكون كبيره ولا ديروا زوج حبات بصل صغار، نزيدوا نقلوا البصل مليح، من بعد نديروا حبه طماطش اللي نكونوا رحيناها، طماطم المصبره، فلفل كحل، ملح، عكري حلو وحار، ونزيدوا نقلوهم مليح. كي يتقلاو نمرقوا بالماء سخون ونغلقوا على كوكوت ديالنا ونخلوا هذاك اللحم والدجاج يطيب. وهنايا جبت تخشوخه الظفر اللي كنت شريتها تاع سميد، درت لها الزيت ودخلتها مليح الزيت فيها. هنا كان طاب لي الدجاج تمتم، نحيت الدجاج درت القرعه وقرون تاع الحار وحطيت هذيك التخشوخه تفور مع الراس تاع الحار. بعد ما فارت لي المره الاولى، المره الدوزيام درت لها واحد حوالي واحد الفنجان تاع الماء، شمختها مليح، خليتها نشفت من هذاك الماء وزدت فورتها للمره الثانيه. ودوكا راح نشمخوها بالمرق. جبت بول تاع المرق، درت له ملح، شويه عكري حار وحلو باش تجيني حمراء، ونجيبو مارغرين ديما اللي راح نزيد لها هذيك البنه وما تتعجنناش. درت حوالي ملعقه في المرق، خلطتها مليح وبديت نفرغ في هذاك المرق وندخلها مليح في هذيك التشختوخه، هكذا راح تجينا حمراء وتجينا مدوزنه مفلفله وبنينه وما تجيش معجنه. زدت فورتها للمره الثالثه، فورتها مليح. دوكا نزيد لها حوالي ملعقه كبيره تاع مارغرين ديما، ندخل هذيك المارغرين مليح ونغطيها ونخليها. وهنا المرق تاني كان طابلي، كي نكونوا حناكلو باش نجو نجمروها. حمرت هذاك الدجاج، نجيبو طنجره اللي تكون غامقه، نديرو مارغرين ديما كيما على بالكم فيها الكوع تاع الزبده راح تبنن لكم الماكله. درت حوالي ملعقه كبيره وحطيت هذيك التشختوخه ونبداو نديرو المرق، نديرو فوق النار على نار متوسطه ونخلطو ونديرو حتى وين تحسوها طايبه ومجمره وما تجيكمش معجنه. دريسه الطبق درت سلاطه تاع الرز باسكو ما كانت عندي سلاطه تاع ورق، خلطت الفاكهه وهذا هو العشاء. جربوا الوصفه، سلام.